بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نحب نشكر كل أبناء جهتي وأبناء العمادة بتاعي ميدون على انتخابهم لي في الدور الأول. نحب نعرف روحي من جديد، نعرف بنفسي من جديد. الشاب هذا وائل زوجة باهي، بدا 25 سنة، أصغر مترشح على عمادة ميدون أو على معتمدية ميدون ككل، وهذا فخر يزيدني أني نتعدى للدور الثاني. هذه مساهمة من شباب المنطقة متاعي، مساهمة من جميع شكون يعرف وائل زوجة اللي خدم في المجتمع المدني. كمجتمع مدني خدمت برشا من سنة 2016، من اللي ما زلت شاب، ما زلت 17 سنة. اليوم حبيت التجربة هذه الكل نزيد نجسدها في مدينتي، في عمادتي ميدون. الترشح متاعي كان مبني على حب ميدون، وهذا شنو كنت نقول ديما في الحملة الانتخابية لي اللي كانت في الدور الأول. ترشح حب في ميدون وحب في المنطقة. الشباب هو الحل، هو اللي يغير. أنا مؤمن ومؤمن كثير بالتغيير الإيجابي. مؤمن أن العمل في الأخير هو تطوع، في الأخير هو حب للمنطقة متاعك. لكن حبيت نعاود نفكر من جديد أو نبني من جديد على البرنامج متاعي اللي كنت حكيت عليه في الدور الأول، نعاود نحكي عليه من جديد حتى توا في النشرة هذه، على السياحة البديلة، على منطقة صناعية إيكولوجية، على التسريع، خاصة التسريع نعاودها، خاصة التشريع في المشاريع المعطلة بالجهة. أولهم ربط قنوات تصريف المياه بعمادة ميدون، حماية مدينة ميدون من الفيضانات. هذا أمر حقيقة يجب العمل عليه أكثر وأكثر. أنا إن شاء الله باش نحاول نخدم عليه أكثر ما يمكن. أيضا العمل على قطاع الصحة وتطوير قطاع الصحة من خلال المستشفى المحلي بميدون، ومن خلال المستوصفات الموجودين بالجهة، من جهة خزرون ومن جهة أولاد عمر. حاجة أخرى بالنسبة للشباب، باش نحاولوا أكثر حاجة نركزوا على الابتكار وريادة الأعمال. حب المنطقة هو اللي خلينا اليوم نكونوا موجودين، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.